خطأين اتنين تجار البلد بيرتكبوهم ممكن يؤدوا إلى تدهور الشركة أو خرابها أو تدخل الشركة في مشاكل قانونية. الخلل الأول، أغلب الشركات والتجار ما بيصرفوا مصاري على تسجيل العلامة التجارية الخاصة فيهم. العلامة التجارية هي الشعار الخاص بشركتك أو بمنتجك، فكتير من المصانع والشركات الفلسطينية اللي بتعامل معها ما بيسجلوا هاي العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد، سواء لجهل منهم أو لنقول ما بدهم يصرفوا مصاري على هيك أمور اعتقادا منهم إنها مش مهمة. لكن أهمية تسجيل العلامة التجارية هي حماية منتجك من إنه حدا يستغل اسمك أو يقلده أو حتى ممكن ياخده منك بس لأنك ما أخذت هاي الخطوة. المشكلة الثانية اللي ظهرت وبتظهر حاليا اللي هي التجار ما بيحجزوا أسماء النطاقات أو اسم الويب سايت الفلسطيني أو غيره لشركاتهم. بتكون الشركة عايشة لها 5 6 سنين فاتحة صفحات على الفيسبوك والسوشيال ميديا وغيرها، لكن ما عنده اسم على الإنترنت يحجز هذا الاسم، يكون اسم جميل وقصير مثلا يمثل شركته، فبضطر يشتري اسم عجيب او بيضطر يشتري اسم مش مكتمل او بيضطر يتعامل مع الشخص اللي شرى منه الاسم ويدفع له مبالغ طائلة حتى ياخذ هذا الاسم ويصير ملكه. لذلك انا بدعو التجار، خاصة بعد نزول قانون التجارة الالكترونية راح تظهر هاي المشاكل، انه في كتير ناس راح يستغلوا هاي الثغرة عند التجار ويسجلوا علامات تجارية لناس ما بيحبوها، لمنافسينهم الى اخره، وممكن يسجلوا الاسماء الدومينات الفلسطينية بالذات بنفس النهج. الموضوع مش مكلف، الدومين الفلسطيني بكلف $45 والعلامة التجارية بتكلف تقريبا $200، وهذا هو. فأنا بدعو التجار إنهم يتداركوا هاي الأخطاء بدري ويبدأوا بالتسجيل.